احنا يا عم المصريين بنتفرج على انمي وبيكيفنا قوي الفايتات اللي هي بتبقى حماسيه دي، الضرب اللي بيخلي عم الادرينالين ده، اوه ايه الحماسان ده، ايه الفجر ده. لكن يا عزيزي المشكله بتكمن ان بيجي بقى لحظه في الفايتات دي هوبا مره واحده تلاقي البطل اللي كان متدشمل واللي الشرير قاعد يا عم بيحفلهم بيديله على قفاه وماسح بيه بلاط الكوكب كله. فجأة مرة واحدة الميوزيكا بتخش وبيتحول البطل ده هوبا سكالوبا لوحش كاسر، وتلاقي يا عيني الشرير قاعد في جنب بيعيط. اللحظة يا سيدي اللي بيبقى فيها كل قوانين الفيزياء والمنطق البطل بيضرب بيها بعرض الحائط، بس بتبقى برضو هي دي اللحظة. اوعى بقى، هو ده الفايت الشديد اللي مفيش لا قبل كده ولا بعد كده. وفي الفيديو بقى سوا ده يا عزيزي هنشوف اكتر الشخصيات واكتر الفايتات واللحظات الحاسمة اللي حصل فيها الحوار ده. فلو انت بقى اوتاكو كده في الشديد منه من محبين الانمي، هات بقى يا عزيزي الشاي بتاعك اللذيذ اللي في ال50 او الدرينك بقى اللي على مزاجك، واخبط زرار السبسكرايب. اهم حاجه تفعل زر الجرس عشان يبقى يا عم بيوصل لك كل جديد وجديد. ويلا بينا نشوف حوار الفايتات الحاسمه اللي بتعجبنا بقى واللي بنتفرج عليها مخصوص في الانمي. واول فايت حماسي اسطوري هنبتدي بيه، تعتقد مين يا مان؟ هو التحول الشديد للوفي بتاع جير 5 اللي كان قصاد واحد من اجمد الشخصيات في انمي وان بيس. بتكلم طبعا عن كايدو. اللقطه يا عم الحماسيه اللي اتحولت فجاه بعد ما كان كايدو واحد من اقوى الشخصيات التنينيه اللي بيبصق من فمه نارا زي ما بيقولوا، ان هو فشخ لوفي مسح بيه بلاط الكوكب وهانه. وفي الاخر فجأة مرة واحدة بيعود لوفي بعد ما كان خلاص فيص وكلنا افتكرنا ان هو مات. لكن طبعا اودا ليه رأي تاني، بطل برضو الانمي هيموت موتة كده. فجأة مرة واحدة بيعود لنا لوفي وبيتحول تحول شديد بيغير مجرى الانمي تماما. الجير 5 واهم حاجه موسيقى بقى وميوزيكا وتن تن تن تا وبطل وحوار والاله انكا رجع، وكل شخصيات الانمي بما فيها الشباب اللي زينا اللي بيتفرجوا كلنا مندهشين هو ايه اللي بيجرى ده. وبنخش بقى على فايت ملحمي بيحول فيه لوفي اللي كان متحفل عليه انه يخلي كايدو ده يبقى لا مؤاخذه كده بينط الحبل. ايه يا عم كايدو؟ قال لك انت مش كنت تنين من شويه وبتمسك نار من فمك والكلام اللي انت عارفه ده؟ ايه اللي حصل؟ ده لوفي يا عم كان بيلعب بيه كوره صد رده. كوره ايه ده؟ كان بيلعب بيه بلي مسافات طويله. ومع ان في ناس كتيره كانت مستغربه، ووقت ما حصل الحوار ده في ناس كتيره كانت بتتريق وبتقول ايه يا عم ده الموضوع قلب كرتون، ده توم وجيري، لوفي بيعمل حاجات ده كده مش انمي تماما. لكن في ناس تانية بعد كده عجبها الحوار. فانت يا مان لو كنت من محبين الانمي او من محبين وان بيس، السين الفايت الملحمي ده كان بالنسبه لك فعلا جامد، وكان بقى الادرينالين واوه حماس وكده، ولكن ايه الحوار؟ اكتب لي في الكومنتات ويلا بينا نشوف الفايت الحماسي اللي بعد كده. وهو يا عزيزي الفايت الملحمي اللي كان ما بين ناروتو وساسكي من ناحية وموموشيكي من الناحية التانية. واحد من اكتر الفايتات اللي بصراحة الواحد الادرينالين بتاعه كان يمان ايه في السقف. هوبا سكالوب اوعى الفايت ده. الشخصيات اللي زي ناروتو واللي زي ساسكي، موموشيكي ده عامل فيها حاجات تقريبا كده. ساسكي كان اكتر واحد متهان في الفايت ده واتمسح بيه بلاط القريه بحالها. وللامانه لو انت من محبين ناروتو، الفايت الوحيد اللي كان في الانمي حماسي اقل هبابه من الفايت ده هو الفايت المنتظر اللي كان ما بين ناروتو وساسكي ذات نفسهم. بس تعالى نرجع في الفايت بقى الشديد اللي كان قصاد موموشيكي. الفايت كمان اللي لو انت كنت من محبين الجيل القديم كنت هتبقى شايف موموشيكي ده وهو قاعد بيلطش
في ناروتو وساسكي، وناروتو يا عيني طاقته خلاص بتخلص، وانت بقى قاعد بتتفرج حاطط ايدك على خدك وتقول خلاص بقى نهاية الجيل القديم من الانميات خلاص كده بتخلص قصاد عينيا، عشان فجأة مرة واحدة تخش تاني الموسيقى اياها وتلاقي بقى التحول الاسطوري لناروتو وساسكي، اللي طبعا كالعاده لو انت بتتفرج على الانمي وتبقى عارف ان دي الموسيقى خلاص تتارة، ده في ليله كبيره حضرتك، ده موميشيكا ده هيتداس بالقطر دلوقتي. اللقطه يا عم اللي بتشوف فيها ساسكي بيغير مكانه بالشارينجان، وهوبا مره واحده ناروتو بيعمل واحده شاريكان، ما بتبقاش فاهم هو جاب الطاقه ده منين، الانرجي بتاعتك خلاص يا كوتش خلصت خلاص، لكن انت من كتر الحماس والاندماج في الفايت ما بتبقاش خلاص فارق معاك المنطق بتاعه يا عم. المهم الهايب الادرينالين بتاع الفايت الاسطوري اللي بنتفرج عليه دلوقتي، واللي موموشيكي كان بيحفل عليه من شويه منظره وهو بيداس دلوقتي يا عم بالقط. الفايت كان الهايب فيه جديد، واللي كان بالنسبه لي واحد من اكتر الفايتات اللي كان هايب ده قوي يا مان. فهل انت من متابعين الانمي اللي شايف برضو كده لو كنت شفت الفايت الملحمي ده واحد من اجمد الفايتات؟ اكتب لي في الكومنتات، او حتى الفايت اللي بالنسبه لك اللي كان البيك القمه لاقوى فايت انت شفته. وده يا عم بيدخلنا لتالت هايب فايت انت شفته، وهي فايتات استا من انمي بلاك كلوفر. استا عزيزي الشخصية اللي المفروض اول ما تتفرج على الانمي الفكسانة مولة اللي في عالم من السحر، هو شخصية اصلا ما عندوش ابابة ريحة السحر ده اصلا، اللي المفروض بتبقى متخيل في اي فايت ولا اي شخصية هو بيقابلها ان عم يبقى بيتحفل عليه. لكن كمل ميوزيكا والادريالين اللي كنت بتتفرج عليه وبتشوفه في فايتات استا في الانمي حاجة تانية خالص، بيتحول فيها استا الشخصية اللي ما عندهاش سحر بربع جنيه حتى لوحش كاسر، والميوزيكا الهايب الاسطوري اللي بتشوفه عشان يبقى بيجيله واحد من السحر النادر جدا، مش اي سحر، البلاك كلوفر، واللي بيعمل ايه اللي دوره ان هو بيبقى بينيوليفاي يعني بيمحي تقريبا تأثير السحر بتاع الشخصية اللي قصاده. كل ده يا مانكم والتحول الاسطوري بتاعه لشكله كده شطام بجناح والتحول الوانه حاجة كده مع الموسيقى هايب اسطوري في كل فايت من فايتات استا، واللي من وجهة نظري دي حاجة من اجمد الحاجات في الانمي اللي مخلية ناس كتير وانا واحد منهم بنتابع يا عم الانمي ده بلاك كلوفر. كأن استا في كل فايت كان بيقول لنا انا تعبان مولة هبقى بتفحت في الفايت ده، لكن مع دخول الميوزيكا ومع بقى التحول الرهيب والجناحات السوداء وعينيه اللي بتقلب بقى احمر واخضر والحماس اللي بيبقى بعد كده في الفايت، ان لا يا عم كل الانميات اللي انت شفتها حاجة والانمي ده بالهايب بتاعه والاكشن في فايتاته حاجة تانية خالص. وعشان كده مان ده واحد من اكتر الانميات اللي هتلاقيها محببة ومفضلة في مصر بسبب الادريالين والفايتات الشديدة دي. فقول لي بقى عزيزي الاوتاكو محب الانمي، هل واحد من الفايتات اللي اتكلمنا فيهم دول كان فعلا بالنسبة لك انت واحد من اجمد الفايتات الحماسية بالموسيقى بتاعتها كده اللي انت شفتها وسمعتها، ولا في انميات تانية شايف يا عم ان لا ده في اجمد من بلاك كلوفر وفي حتى فايتات اكتر من الفايت الملحمي بتاع كايدو قصاد لوفي كان بالنسبة لك لا يا عم ده فايت ملحمي هوبا اوعى مفيش بعد كده؟ فكمصري عاشق للانمي اكتب لي يا عم اكتر انمي مفضل بالنسبة لك ان انت تبقى بتشوف فيه الفايتات الملحمية دي، او اكتب لي اكتر فايت بالنسبة لك كان في الجمدان منه. ولو انت بقى عزيزي فعلا محب للانمي وبتحب بقى تشوف الجديد والجديد، فهتلاقي معايا انا على طول الدوك بتاع الانمي كل بقى المواضيع وكمان الانميات الشديدة اللي بتنزل. فاخبط السبسكرايب المتين عشان تتابع الدوك، واهم حاجة فعل يا عم زر الجرس عشان يبقى بيوصل لك كل جديد وجديد
اول باول، وتقدر تشوف وتتابع الفيديوهات اللي فاتت لو فاتتك حاجة. واستنى يا عم الجديد، اشوفك يا عزيزي محب الانمي في فيديو جديد. سلام.